قلبك ساعات بيوصلك إن المكان اللي أنت فيه ده مش ليك، دايما الإحساس ده عندي وبيأكد ليا إني المفروض ما أكونش هنا، وساعتها برجع. لكن المرة الوحيدة اللي قررت فيها أطنش كانت ممكن تكون سبب في إن أكون مظلوم. السلام عليكم أصدقائي صديقاتي محبين الرعب والغموض، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل أي حاجة أتمنى تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وتصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام عشان كلنا نخش الجنة بإذن الله. وقبل ما نبدأ قصتنا ما تنساش ترزع على اللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. بس رسالة ليك يا صاحبي، لو أنت بتشوف الفيديو دلوقتي ما تبخلش عليها باللايك، يعني ارزع على اللايك الأول عشان في ناس بتشوف الفيديو من غير ما ترزع على اللايك، وفي ناس كمان يعني ما بتعملش حاجة، يعني بتتفرج بس. وما تنساش تعمل حاجة تشربها عشان تستمتع وانت بتتفرج، شاي قهوة أو أي حاجة انت بتحبها. مستعد؟ يلا بينا. طول عمري ما كنتش بحب الخروج ولا اللمة، ووقتي كله كان عبارة عن إني ماسك موبايلي وبتصفح الإنترنت. وقتها كنت فاكر إن دي المتعة، إنك تكون دايما على سريرك وماسك تليفونك وكارف للبشر بقى والحياة كلها. لكن لا، ده مش صح. أنا من جوايا كده زهقت ومليت وبقيت عاوز أعمل أي حاجة عشان أخرج من الملل ده. حرفيا الزهق كل دماغي. بس ساعتها كانت في بالي فكرة، وإن أنا أنزل أشتغل أحسن، وكان منها إن أتسلى وأضيع وقتي وكمان أكسب فلوس. بالظبط كده، عصفورين بحجر يا صديقي. المهم أنا كان ليا واحد صاحبي وكان ابن خالي بالمناسبة، ما ترددتش وكلمته على طول وقلت له بقول لك يا أخويا أنا عاوز أشتغل وبتاع، وحكيت لي الدنيا كلها. قام هو رد وقال لي طيب سيبني كده حبة وأرد عليك، أسأل بس صاحب الشغل وإن شاء الله خير. قلت له تمام عادي، خير إن شاء الله. المهم ابن خالي ده بيشتغل استراحة على طريق أسوان، ومن مكاني هذا أنا بمسي على أهل الأقصر وأسوان. أحلى مسا عليكم أجدع رجالة وأحلى ستات. طبعا بمسي على كل اللي بيتفرج، يعني كلكم حبايب، اعملوا لايك. المهم الاستراحة ديت كانت عبارة عن سوبر ماركت صغير كده على القد، وكان جنبه كده في بنزيمة، ووراهم سكن للعمال اللي كانت شغالة هناك. وأنا بصراحة كنت متحمس جدا، وكنت بقول لنفسي أخيرا أخيرا همشي من المنيا. ما كنتش عارف اللي فيها. بعدها يا صديقي بأسبوع كده صاحبي يرن عليا ويقول لي اجهز علشان المدير وافق. مش عارف أقول لكم إيه، بس أنا ساعتها حسيت كده بنغزة في قلبي وإحساس غريب كده ما بين الفرح والخوف، بس ما كنتش فاهم ليه. مع ذلك أنا طنشت الموضوع وأخدت بعضي وجهزت شنطتي والمستلزمات اللي هاخدها معايا. الدنيا تمام وحاجتي تمام، يبقى نتوكل على الله. فعلا بدأت أودع العيلة الكريمة وآخد بعضي على محطة المنيا. كانت على الساعة تقريبا 12 بالليل، وفضلت مستني القطر وأنا في شوية توتر كده، لأني كنت أول مرة فيها أسافر وأركب قطر. بس اللي كان مطمني إن ابن خالي كان معايا، وطبعا هو كان متعود إنه يسافر ومش أول مرة يركب قطر. المهم ركبنا القطر والدنيا كانت جميلة. بعدها بكام ساعة نوصل لمحطة أسوان بالسلامة والحمد لله. وطبعا لما طلعنا من المحطة كانت في عربية تبع الشغل مستنيانا، واللي اتفاجأت إن السواق اللي كان سايق العربية أنا أعرفه شخصيا لأنه كان جاري. الطريق كان طويل حبتين بس مش مهم، المهم إننا وصلنا للاستراحة. المكان كان رايق كده، بس كانت في حاجة، الشمس كانت سخنة قوي. بصراحة المكان ما كانش زي ما تخيلت في دماغي، بس مش مشكلة برضه، عادي. دخلت سلمت على الرجالة اللي كانت في المكان، وطبعا عشان احنا لسه جايين من سفر فمش هنشتغل في أول يوم يعني، والواحد أصلا ما كانش عارف ينام في القطر. أنا ما نمتش بربع جنيه نوم. ساعتها دخلنا السكن علشان نريح شوية، وفعلا دخلت نمت على السرير بتاعي اللي ما كنتش عارف أنام عليه بربع جنيه نوم. ساعتها قلت والله ما ننام. فقلت أمسك فوني كده شوية أقلب فيه، لقيت مشكلة إن التليفون كان عاوز يشحن لأنه فصل مني في الطريق وأنا جاي. أنا كان معايا شحن وكل حاجة، بس كان في مشكلة أكبر شوية، إن الكهرباء وقتها كانت قاطعة في المكان، وده بسبب إن المكان بيعتمد على الطاقة الشمسية، فبيريحوا أماكن وأماكن بتبقى فيها الكهرباء. ساعتها أنا قلت يا دي النيلة هي ناقصة. وكمان النهار بدأ يروح والسكن بقى ضلمة وشكله بقى مرعب، وابن خالي طبعا بياكل رز بلبن وسايح خالص في النوم. ما كانش في حل غير إن أنا أطلع بره في السوبر ماركت علشان أعرف أشحن التليفون. بس الصراحة كنت متردد جدا لأن أنا ما كنتش واخد على الجو ولا على الناس اللي كانت بره. ساعتها خدت قرار وقلت يحصل اللي يحصل، ما أنا مش هقعد كده يعني. المهم قمت من مكاني وبقيت بحاول كده أطلع من المكان بأي طريقة، لأن أصلا ما كنتش
كنتش شايف اي حاجه من الضلمه. بس الحمد لله بعد معاناه طلعت من المكان، والحمد لله شحنت تليفون وعدى اول يوم وعرفت هشتغل ايه وامتى وكل الكلام ده. شغلي هيكون في السوبر ماركت، والشيفت بتاعي للاسف هيكون من الساعه 9 بالليل لحد 9 الصبح. ما اكدبش عليكم بصراحه كنت مبسوط وخايف في نفس الوقت. مبسوط لاني انا بحب الهدوء جدا، وكمان الزبائن مش هتبقى كتيره بالليل، وكنت خايف علشان المكان صعب جدا بالليل. بس اطمنت لان كان معايا شخص في نفس الشيفت بتاعي كان ماسك المشروبات. المهم عدى اول يوم شغل ليا على خير، ورجعت تاني لمكاني علشان انام واصحى بالليل على الشيفت بتاعي الساعه 9. لكن صحيت على خبر كان شويه صعب عليا، وحرفيا انا اتصدمت. الشخص اللي كان معايا امبارح اتفاجئت انه نازل اجازه 4 ايام. ساعتها قعدت كده وقلت عوض على الله، مش مشكله، اصل هعمل ايه يعني، اقول له ما تنزلش. بس حاولت اصبر نفسي بالكلام واقول كده كده المكان جامد قوي ورايق ومفيش حاجه تخوف يعني، فعادي. وفعلا الشخص مشي وانا اللي فضلت لوحدي في شيفت الليل. ما اكدبش عليكم بصراحه انا كنت متوتر جدا وعمال ابص حواليا كتير كده وخايف، وتليفوني كان في ايدي. المكان كان هادي جدا، اليوم ده كان هادي بطريقه صعبه جدا يعني، وانا بصراحه مش متعود على ده خالص. ساعتها مسكت موبايلي وفتحت التيك توك وقعدت اقلب فيه شويه علشان اشغل بالي شويه عن المكان اللي انا فيه اللي كان حرفيا مرعب. بس اللحظه وانا ببص قدامي كده لقيت لك كأن حد واقف قدامي ولابس جلابيه بيضه وحاطط شال على وشه. ساعتها انا قلبي اتخلع من مكانه، بس لما ركزت شويه فيه لقيت لك ان مفيش حاجه اصلا. فعلا ده كان عقل اللي راسم لي ده، لان فعلا مفيش حاجه. الخوف بدأ يتمكن مني، بدأت أحاول مركزش في الموضوع وأمسك التليفون تاني وأقعد أقلب فيه علشان الموضوع ما يتطورش أكتر من كده. والحمد لله إني قدرت أعمل كده، واليوم الأول وأنا لوحدي عدى على خير، وأرجع السكن بتاعي وأنام وأصحى على الشيفت بتاعي. المهم تاني يوم وأنا قاعد كده في الشيفت بتاعي وببص لبره كده، طبعا كنت شايف غير سواد في سواد، بس لما ركزت شوية كده لمحت إن في كشاف موبايل جاي من بعيد عليا. المهم الكشاف ده لما بدأ يقرب مني شفته بوضوح، كان شخص كبير في السن كده حوالي 60 سنة، وكان لابس جلابية صعيدي كده. المهم الراجل ده لما جه قام قاعد على مدخل السلم بتاع المكان. انا استغربت وقمت من مكاني كده ورحت عليه علشان اساله، افتكرته زبون ولا حاجه، وفعلا طلع زبون. ولما رحت له طلب مني اعمل له كوبايه شاي، فانا رحت عملتها له. بعد ما عملتها رحت قعدت معاه شويه وفضلنا نتكلم كده ونتعرف على بعض. فالمهم قال لي ان هو اسمه عم درغام وانه بيشتغل هنا غفير للمكان. انا ساعتها سرحت شويه كده وقلت له كويس، اهو لا حد يسليني في الجو ده. قام بص لي كده وضحك. انا ساعتها قلت في نفسي كده شكله راجل طيب، حلاوتك مفيش حد طيب غيرك. رجعت المكان تاني بعد ما الراجل خلص وشرب الشاي وخد بعضه ومشي، وقعدت مكاني. وبعد حبه هوب قام النور قاطع.